على الدرجة الأولى، فإمكانياته التمرين معروفة حاجة لينا. واللعب حاجة. لكن هو حتى لما قلت في أول السنة إنه بس أنا محتاج إن معدلات بس الثقة تزيد عنده عشان قراره يبقى سهل، مم. يبقى أنا عارف إن عنده قرارات، مم. ولكن في بعض الأحيان متصعبة وهتتسهل. مم. فهو خد الفرصة والحمد لله، يعني حتى من أول مباراة لعبها أثبت إن كان في حاجات كويسة قوي بتبان. صحيح. وأحيانا كان بيبقى في أخطاء، يعني أخطاء، ولكن ده طبعا في كرة القدم شيء موجود يعني. لكن من حوالي 5 مباريات او 6 مباريات كده بدا صحيح. يعني معدلات الثقه عنده بدات تعلى جدا جدا. بتحسبها ازاي؟ بحسبها بقى بسهوله القرار، يعني سهولة بياخد القرار. قرار بيطلع هو سهل. الحارس قرار يا كابتن احمد؟ طبعا مخزون قرار، مخزون قرار. المخزون ده اللي هو بيبقى بعد كده آلية في الأداء. يعني ده قرار مثلا، ده حاجة زي دي مثلا الوقفة، بس أنا عايز أتكلم على الوقفة. بص ما تسألنيش على حاجة في المينيتور عشان أنا النضارة اتكسرت وأنا جاي مش شايف حاجة. نضارة قراية ولا نضارة إيه لو عايز؟ لو نضارة قراية لا أنا شايف، أنا بهزر. قربنا لك أهو. يعني بص مش مهم ده يا يمسك يا يطلع. ماشي كويس. وبعد كده نكمل بس اللعبة عشان هي اللعبة التكملة أصعب. يعني ما هو وبعدين قرار بقى سرعة القوام من على الأرض والتكملة. يمسك كويس. يمسك وبعدين يوم جاي شايل انفراد تاني. قرار غرق الزاوية، غرق الزاوية وملى المساحة بجسمه، ده قرار. يعني المكان اللي فيه جسمه يا إما ممكن توصف لي دي؟ أنا بقول دي أصعب صدة السنة دي فيها رياكشن طبعا. أصعب صدة السنة دي في الدور الأولاني كله. دي بتفكرني بتاعت دروجبا والحضري والحاجات دي، يعني فيها سرعة رد فعل. الكرة مرتين خلي بالك، لما ممكن يلعب مع الراس الأولانية. الناس مش واخدة بالها، بس يعني الراس الأولانية عاملة زي الفولي اللي هو السكرين وبعدين الثاني بيضرب. بالظبط كده، خلاص هو المفروض كده بقى بره الجيم. لا هو طبعا. وبعدين ده كابتن أحمد فرد الإيد وبعدين قام في ثانية واترفع يعني دي كلها دي سهلة طبعا، بس حلو نعمل لها الشكل الجميل. لا هي هو متوزعة، الصفات عنده متوزعة فنية وبدنية وذهنية ونفسية. فلما تكتمل هذه الصفات كلها، الفنيه اللي هو التكنيك والستايل والحاجات دي، والبدنيه اللي انت بتقول عليها دلوقتي انه قام بسرعه وتحرك بسرعه والرشاقه ومرونه وسرعه رد فعل، والذهنيه اللي هي طريقه تفكيره في الاداء، يعني والنفسيه اللي هو الثبات الانفعالي، وان هو يعني احيانا لما بتبقى عندك كل الامكانيات دي ما عندكش ثبات تعمل قرار غلط. والقتاليه ان واحد بالنزيف طبعا ده دي موجوده في كل لعيبه النادي الاهلي حقيقه. بس بالنزيف ده لا ما دي طبعا ويرمي القطن من عند الدكتور وعايز يلعب يجري يحافظ لانه عارف انه هو التغيير الثالث خلص. وقصه مش سهله يا كابتن احمد يعني. لا ولد كويس ويعني بحييه على ال 15 مباراه اللي لعبهم في الدور الاولاني. بارك له على المنتخب طبعا، اكيد انت باركت له انا متاكد. طبعا انا سعيد جدا بيه. يعني انا قلت ما اعرفش ممكن اكون غلطان، بس انا قلت بشعر ان ابني يعني. وشبل من اسد الله يرحمه كابتن عادل عبد المنعم، صديقي وصديقك. طبعا لا انا ما اعرفش، ما هو احساس داخلي، انا حاسس انه ابني او ابنك يعني. الحقيقه شيء جميل. ما فكرتش ان انت تقعد احمد عادل شويه؟ يعني في بعض المباريات اهتز فيها اهداف كان مخطئ فيها، كرات عرضيه ما كانش موفق فيها. راودك التفكير ده اللحظات يا كابتن احمد؟ لا هو انا لما اجي افكر ان انا هشيل حد، ان مثلا الخطا يتكرر بنفس الشكل وفي مسافه قريبه، يعني يكرر نفس الخطا في اسبوعين ورا بعض او 3 اسابيع ورا بعض، يبقى ده دي فوق، يبقى ده عيب عنده. لكن لما يخطا خطا وبعدين يخطئه بعد شهرين 3 مفيش مشكله، ده الطبيعي. يمكن الاحصائيه بتاعت كاسياس السنه اللي فاتت 36 خطا شخصي واحسن حارس في اوروبا. مفيش مشكله، بس مش كلهم مش زي بعض، مره بالزبط. في القرار، مره في التمركز، مره في بنايه لعب، مره في الميل، مره 36 خطا في الدوري الاسباني مقبوله، في بطولات اوروبا مقبوله طبعا. فيعني هم طبعا يعني مش يعني موضوعيين يعني. انت علمي شويه، هل بتحسب الاخطاء دي؟ طبعا كل حاجه محسوبه بالنسبه لي، وكل حاجه بنفكر فيها، وكل حاجه بدليل ان احنا لما قلنا ان احنا ندي فرصه لاحمد، حاسبين امكانياته، يعني مش معقوله نادي بحجم كبير زي ما قلت انت، حجم النادي الاهلي هيجازف او يخاطر بمستقبل لاعب او مستقبل فرقه. القرار كان مع حسام البدري اسهل كما لو كان مع جوزيه، وحتى جوزيه كان رايه فيه في الولد برضه فنيا كويس. يعني لو جوزيه كان قاعد كان هيبقى احمد عادل هو الحارس الاساسي. لو كانت نفس الظروف دي حصلت كان ممكن يبقى احمد عادل، لان هو حتى احنا لعبناه قبل رمزي.
بالظبط في افريقيا. ما هو ده السؤال، هو لعب قبل رمزي، لكن رمزي لما لعب لانه لما لعب قبل رمزي ما كانش وصل لحاله الثبات اللي احنا كنا محتاجينها. بالمناسبه في الرمزي موجود، بس جات له اصابه في اول السنه عطلته شويه، كانت في الاعداد. طبعا انت عارف الاصابه اللي بتيجي في الاعداد بتعطل فتره، لكنه ولد ممتاز وحارس على كفاءه عاليه جدا. بيتمرن كويس؟ طبعا دلوقتي بيتمرن. طب البعض ربط ما بين مفاوضاتكم مع شريف شريف اكرامي انضم رسميا خلاص. رسميا الحمد لله. وانه في نيه للاستغناء عن رمزي صالح. لا خالص، لا خالص. لا مفيش نية. بتثق فيه؟ حارس دولي كبير جدا. انت عارف ان يعني انا معلش عشان الناس، بتكلم انا وانت في حراسه المرمى يعني ممكن انت تدعم كلامي، يعني لما انا اقول ان هو حارس كويس انت عارف ان هو حارس كويس. فهو فعلا حارس كويس ومستمر معانا وممكن هو اللي يلعب. ممكن طبعا. لانه فعلا يعني انت ما عندكش اساسي واحتياطي. لا الكفاءه الجلد، المثابره، وهو ولد عنده كل الصفات دي كلها. وخلي بالك احنا خدنا بيه الدوري السنه اللي فاتت. مظبوط. كنت بتعتبر امير عبد الحميد ابنك وما زال. حزنت انه مشي من النادي جدا. هقول لك على حاجه، انا اكتر حد حبيته في ولادي كلهم هو امير عبد الحميد. يا سلام. وكنت بجاهر بده قدام حتى الحضري، ودي كانت مشكلته. لانه امير انا يعني احساسي بيه عمره ما هيتغير ابدا، وبتمنى له التوفيق. حصل له عدم توفيق، وامير ده من الجوال الموهوبه جدا، وانت عارف كويس ده قوي. انت ما زلت مصمم على طبعا موهبه غير عاديه. هو بس يعني تركيزه يعلى بقى الفتره اللي جايه ديت، وينسى الفتره اللي فاتت، وانا عارف انه في مصر هيعمل حاجات جميله جدا ان شاء الله. الثقه كانت انعدمت شويه بين الجمهور. التوفيق والابيليتي اللي انت بتقول الابيليتي. يعني الابيليتي اللي هو يعني اللينك اللي ما بينه وبين الناس بقت حاجه صعبه جدا، وده طبعا في وقت من الاوقات كان بفعل فاعل، وفي وقت من الاوقات كان ليه دور امير. لكن انا متاكد ان الفتره اللي جايه هتبقى كويسه بالنسبه لي. ايه الاخطاء اللي كانت عند امير اللي انت مش عايز احمد عادل يقع فيها؟ امير مش اخطاء فنيه؟ لا مش اخطاء فنيه. يعني عايز اركز في شغلي بس، ما ابصش للي حوالين مني. ما بقول لكابتن احمد لازم طبعا على الهوا كابتن، وبره الهوا كمان كابتن احمد، انت كابتني وعلى راسنا من فوق. الله يخليك. نجحت في احمد عادل عبد المنعم وخلاص اصبح حارس اساسي وبعيد عن الصداع ووجع القلب. جبت شريف اكرامي، مش حاسس ان انت مدخل نفسك بقى في ايدك وفي مشكله؟ لا خالص. المرحله المقبله احنا كنا النهارده كان معايا شريف النهارده الظهر، وطبعا يعني كنا يعني ماسكين المساله دي زي هزار كده وزي تهريج. اقول له طبعا مش هتشمها طبعا. فاهم انت؟ لا شريف عنده امكانيات فنيه ممتازه، يعني اول فرحه عمري كان شريف اكرامي. طلعته من قطاع الناشئين على اكبر نادي في اوروبا في فاينورد، ودي طبعا حاجه بالنسبه لي نتاج جهدك في الناشئين. طبعا 9 سنين من الاي تو زد، وعارف امكانياته كويس قوي. ورحت له فاينورد وانا في منتهى السعاده مره واثنين في تدريبات، وقابلت مدربينه هناك. وقعدت 10 ايام مع فيم ديسبيرج، ده المدرب اللي هو المسؤول عن حراس المرمى في نادي فاينورد. راجل شخصيه يعني تقيله، ومدرب تقيل جدا في هولندا في تدريب حراس المرمى المنتخب والانديه الكبيره يعني. وكان برضو كان عنده في اول ما راح كان عايزين يودوه نادي اسمه اكسليسيور. نعم ده نادي صغير شويه بالظبط عشان يلعب وكده، وانا اقترحت عليهم قلت لهم لا امكانيات شريف هايله ويقدر يلعب. وفعلا الموسم بشكل جيد. لعب مباراه ليفربول في الاعداد، كان حاجه يعني بسم الله ما شاء الله يعني. شايف انه الكلام اللي اتقال في اول السنه ان احمد ناجي كان رافض عوده شريف اكرامي ممكن ياثر سلبا على العلاقه بينك وبينه، هل ده كان فعلا حقيقي انك رفضت انه شريف يرجع في البدايه؟ يعني الكلام ده ملوش يعني عكسه تماما يعني. عكسه يعني كويس، فرصه بقى ان احنا نشرح دلوقتي يعني، لان ميزه النادي الاهلي انه بيفضل قافل. بس هو اللي احنا طبعا كجهاز ما ينفعش ان انا اقول ان انا يعني كان شريف بالنسبه لي اول المتطلبات يعني. انت كنت طالبه بالاسم؟ الاسم طبعا نمره واحد شريف اكرامي كان بالنسبه لي. بالنسبه لي لما اقول بالنسبه لي يعني جهاز فني يعني الجهاز. طبعا كان شريف لانه طبعا يعني ولد 25 سنه عنده مخزون تجارب دلوقتي يعتبر ممتاز. نعم. اولا لا انا قاعد في النادي الاهلي مخلد ولا غيري قاعد في النادي الاهلي مخلد. اللي قاعد هم اللعيبه شريف 25 سنه، احمد عادل 21 سنه 22 سنه. يعني انت بتامن مستقبل حراسه مرمى النادي الاهلي قول 10 سنين يعني على الاقل يعني. بخامتين كده، اثنين نخلتين ما شاء الله كده، ما شاء الله بدنيه حلوه وحاجه تفرح. وانا كمدرب انا بحب ابقى سعيد في شغلي وحتى وانا بشتغل. فاحس الخامتين ومعاهم رمزي، مش عايز اخفي رمزي لان رمزي فعلا حارس دولي وحارس يعني هينافس بقوه، وانا عارف ان هو ممكن هو رمزي هو اللي يبقى موجود. ليه لا؟ عنده اصرار.
عنده اصرار وهو حارس كويس، حارس ممتاز. لغيتوا فكره ان انتوا ممكن تجيبوا بقى حارس ثالث؟ كان يعني مش عيب ان احنا نقول ان كان في مفاوضات مع محمد صبحي. لا خالص، كان في مفاوضات مع 5 حراس. 5 حراس. شريف وصبحي ومين تاني؟ وابو سعود وهاني سليمان، ويعني المجموعه دي كلها. وكان اولويه طبعا في شريف، لانه كان اولا كلهم على قوه انديه. والمباحثات قبل